بعجينة واحدة ديري هذه الخبيزات ولا فطائر محشيين ولا خبز عادي تاكلي به الشربة. الله الله، أرواحي تشوفي هذه العجينة في الأفلام الهندية وما صراتش. كاس ونص حليب يكون دافي، 10 غرام خميرة الخبز ولا ملعقة كبيرة سكر. نخليه هذا الخليط يتفاعل، نخلطوه ونخليه يتفاعل. ومن بعد نزيدو 4 كاس زيت، كيلي بالكاس اللي يعجبك، 3 كيسان ونص فارينة، ملح. وهنا نعجنو 10 دقائق بيديك ولا بالبيتخان كيف لاباط تكون شادة روحها، نغطيوها ونخليوها تخمر ساعة ساعتين حتى تخمر. بالنسبة للحشو تطلب بصل، فلفل احمر، لا فيونداشي، ثوم، ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، قليتهم بيان، ضفت لهم معدنوس وشويه فروماج باش تجي لافارس شاده روحها وتتعلك هكا. ومن بعد لافارس ديروا واش تحبوا، البولي ولا واش تحبوا. هنا نجيبوا كرايات صغار، نقسموهم كرايات صغار، اللي تحبي ديرهم كبار ولا صغار كيما تحبي. حليها رقيقه، حطي الفرomاج، حطي لافارس، زيدي الفرomاج رابي. ومن بعد نغلقوها بهذه الطريقه. راكي تشوفي لاباط تكون، قلت لك العجينه رققيها. ومن بعد حطيهم فوق البلا، كان لا يخمروهم. ومن بعد دهنيهم بصفار بيضه والحليب والزراره هكا، وحطيهم في لوفور 180 درجه يطيبوا بالخف 20 دقيقه. بالنسبه للخبز نفتحوها هكا ونزيدوا الفرماج الداخل ولا واش تحبوا. ومن بعد نغلقوها بهذه الطريقه. وهنا هذا يديروه بزاف في تركيا. دونك نضغطوا عليه، نعاود نحلوه هكا شويه ونعطيلوه هذا الشكل، وندهنوه بصفار بيضاء وشويه حليب، زراره اللي تحبوهم كيف في لوفور من الفوق ومن التحت 180 درجه. وراكم درتو خبز ولا فطائر محشيين ولا خبز محشي هايل بعجينه، على بالي تعجبكم وبزاف هايله وسهله. ما شاء الله. تلاقوا في وصفه واحده اخرى.